لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طب بزرع بطاطس النهارده بقى. طيب يا محمد يا سيد، انا مثلا بزرع حتى ربع جراد زي كده. جبت مكسرين، حرك كده كاميرا كده. حتة اهي بالظبط اهي. بالظبط خط 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 خط بالكمال والتمام. طيب في الزرع اليدوي بيختلف عن زرع الآلة، يعني في ناس بتزرع بالآلة بالسطارة. وفي ناس بتزرع بالبهايم اللي هي شغل التحويف. يجي يرص البطاطس زي ما انا رص كده، ويجي المحلات البلدي يفلق الخط دي نصين، يرمي نص هنا ونص هنا، نص هنا ونص هنا، يقوم يرتم. وبعد كده بعدها باسبوع بتبدا ايه الواحد يمسح عليها. تمام. طيب في الزراعه اليدويه بمسك الخط زي ما انتم شايفين كده، بقطع نصين بالفاس اهو. انا بمسك الفاس اهي كده واجي على الخط اهو زي كده مثلا، واقطع الخط دي نصين اهو كده. تمام يا رجاله. بقطع الخط نصين زي كده. بعد ما اقطعه نصين زي كده بجيب البطاطس، والحمد لله اللهم لك الحمد، دي بطاطس صنف سبونطه. دي سبونطه يا رجاله. تمام. وبفضل الله مخضره اهي. شايفينها؟ بطاطسها مخضره اهي. تمام. ابدا اما بزرع على مسافات زي كده اهي، 15 20 سم اهي بالظبط. احط الحبايه اهي. بعد كده عبد الرحمن على التخطير اهي، على التحضير اهي. بصوا على التحضير اهي. تمام. اهي محاضره اهي. اللهم صل على النبي. ابدا احطها كده بالراحه واحده واحده. يا رب يخضر لنا. الله ينور يا محمد. محمد الجمال نور يا حبيبي. ابو نسب جاي يساعدنا النهارده اهي زي ما انتم شايفين كده يا رجاله. نبدا نرص البطاطس بالمنظر الجميل دي واحده واحده كده. بسم الله. يا رب خضر لنا يا رب. طعمنا واطعم منا يا رب. اهو يا رجاله زي ما انتم شايفين كده ايه، بنحطها واحده واحده. خلاص. طب لو في بطاطسه مش مخضره عادي، مش محضره عادي، حطها برضه هتحضر. تحضر في الارض اهي. بسم الله يا رب. هنصدر منها بطاطس السنه دي ان شاء الله يا ابو عبده. ان شاء الله هنصدر. ان شاء الله نصدر اكتفاء ذاتي، يعني احنا بنزرع، انا بزرع على نفسي. يعني زي ما انتم شايفين كده انا كده. كنت النهارده بحيي شويه البتنجان والكرنب والقرنبيط، وبرضه حياه البرسيم اهوت. الخص بتاعي طلع اهوت زي ما انتم شايفين. الجرجير بدا يظهر في الارض اهوت وخض الارض. هي معلش الحته اللي هناك دي بس اللي تزرع بصل. هناك دي اللي تزرع بصل. نخلص نحط البطاطس وبعد كده نرجع نقول لكم الخطوه اللي بعد كده ان شاء الله. طب يا جماعه خلصنا احنا رصينا البطاطس زي ما انتم شايفين كده اهوت. كلها بطاطسه طيب. هبدا بقى اقفل عليها. دي نص الخط اللي انا كنت فتحته الاولاني، وابدا اغطي بالبطاطس بالمنظر ده كده. مالك يا استاذ محمد؟ تزرع بطاطس اهو مش بروفين. هي بطاطس اهي، مش بروفين ولا اي حاجه. اسمه ايه؟ بروفين. اسمه ايه؟ محمد بركات. عم بركات. بزرع بطاطس عم بركات اهو. عقبال عندك لما تزرع ان شاء الله انت كمان. بسم الله. جاي يا جماعه ان شاء الله على الوضع الجميل دوت. الله ينور يا محمد. الله يعينك. 15 يوم بالظبط. 15 يوم لين البطاطس محضره اهيت هتكون طلعت ان شاء الله باذن الله. تطلع هنروي، هنحييها، وبعد اسبوع او 10 ايام هندي العسكر الاولانيه وندي النطرات. ودي نصيحه لاي حد بيزرع بطاطس. اللوريا ما ينفعش لزراعه البطاطس. تخلص شجره ترمي عرش، تعلى قوي. واخد بالك انت؟ واللي ده بتاعها بيبقى ضعيف. فلازم لما تيجي تزرع بطاطس اياك واللوريا. اللوريا لا، نحط كيماوي نطرات. طيب حاطط النطرات بعد ميه، بسقي ميه والميه اللي بعديها عدي جرعه الكيماوي الثانيه وخلاص. وبعد كده بقى ايه، كل 10 15 يوم بدي ميه لحد لما ايه بتاخد ال 120 يوم بتوعها وتتجلع. احنا برضو ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه ديت هنعرض لكم ايه كل حاجه احنا بنعملها ان شاء الله.
هنعسق، هنوريكم بنعسق ازاي، بنرمي كيماوي ازاي، شغالين ازاي، ويا رب قدر لنا وقدر لكم. كده حلو صح؟ اهي زي ما هي برضه، هي بطاطس زي ما انتم شايفين كده اهيت، برضه بقفل اهو الخط اهو، باخد نص ده على نص الخط ده اهو عندها. شايفين يا رجاله؟ اهو المنظر الجميل ده. طبعا خدمة البطاطس لسباخ، سباخ البلد، لازم تديها سباخ بلد قبل الزرع. السلام عليكم.